السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما في قناة تجربتي الجميلة. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم الكبسة السعودية باللحم الغنم، ولكن باللمسة المغربية. هذا هو الجديد، اللمسة المغربية. واللي شاف القناة أول مرة ما ينسانيش باللايك والبارطاج وجيم، وتبعوا معي الفيديو من الأول للآخر. على بركة الله غنبدا اول حاجه بجوج بصلات مقطعين مشلضين بحال هكا بهذا الشكل هكا. غادي نزيد عليهم زيت الزيتون، جوج معالق هكا كبار. صافي غنشعل العافيه وخاصني نقليها تشحر هكا باش تتولي اللون ديالها اصفر. عا شويه بما دبلت عاد نرجع معكم. شتيها ولات صفرا دابا كيما كتشوفوا هي صفارت كتشحر معنا. غادي نزيدو عليها جوج عواد ديال القرفه، وغادي نزيد عليها اللومي هو الحامض المجفف، وغادي نزيد عليها 5 حبات ديال الهيل. ها كما كتشوفوا 5 حبات الهيل. وغادي نزيد عليها 5 حبات ديال القرفه، وغادي نزيد عليها ورقتين غار او ورق سيدنا موسى ونحركو. كنستمروا التحريك لمدة 5 دقائق. معنا غنزيدو 5 فصوص ديال الثومه كما كتشوفوا، وغادي نستمر بالتحريك. خليكم معايا. ودابا ملي صفارت ليا معايا مزيان هانتي كتشوفوا غادي دابا هي كيلو لحم من جهه الالبان، من جهه الجيكو. ها هو كما كتشوفوا، ها هو خديتو من الفريغو. هادشي باش كتشوفوا القاطع. غادي ندير التوابل، ملعقه كبيره من البابريكا والقزبر اليابس والكركم والكمون والفلفل الاسود. صافي غنحركو هادشي كامل. دابا جوج معالق ديال مركز الطماطم، صافي وغادي نحركو ديال مع التحريك. صافي خليكم معايا. غادي نزيدو 3 الحبات ديال الطماطم او ما يعادل ربعه ديال الطماطم هكا مشلضه. غادي نحركوها وغادي نسدو عليها، ماشي نسدوها غادي نحطوها على الطنجره ونخليوها تتهبط لينا ودير لنا ديك لاصوص ديالها باش كتطلق الماء ديالها الطماطم ديالنا. دابا غادي نبللو بالماء، الماء يكون سخون او حميان. حتى كيتغطى اللحم معانا غير باش يطيب لينا، غير باش يطيب لينا اللحم. صافي غنسدو عليها لمده ساعه او حتى ينضج اللحم. البسمتي النوعيه ممتازه، هذه النوعيه هذه راها ممتازه. المهم كما كتشوفوا علي هذا الكوب هذا كيهز 200 امال، وكيلو ديال الرز فيه 5 الاكواب من هذا. ملي نقول لكم شحال من كوب تعرفوا على الكوب هذا ديال 200 كما كتشوفوا. دابا غادي نغسل الرز ديالي، غنغسلوه مزيان وغادي نخليه يترقد في ماء دافئ لمده 30 دقيقه. خليكم معايا. من بعد ما ساعه راه طاب اللحم كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نحيد اللحم ديالي في
طبق كما كتشوفوا. من بعد هذاك لاصوص غادي نصفيها باش نحيد منها كاع الاعشاب اللي كتكون باينه، بحال اللومي، بحال القرنفل، بحال ورق الغار وداكشي، باش ما يبقاش عندنا في لاصوص ديالنا اللمسه مغربيه. هذه ضروري ما نخليوش حنايا داك يبانوا لنا في الوصفه ديالنا. كنصفيو بحال هكا كلشي حتى داك البصله اللي كتكون باقا باينه كتمشي يبقى لك غير لاصوص فقط، يعني كيولي عندك واحد لاصوص. هذه الطريقه هذه باش كنصفي فيها. شتي درت هذه الطريقه هذه كنصفي بشويه باش نخلي الماء كله يدوز ليا، كتبقى ليا هذيك اللاصوص كتبقى ليا بحال العجينه، كتبقى ليا داك اللي غيبقى ليا يبقى لي بحال العجين. اللاصوص هي اللي كتخرج. هاتي غادي تشوفوا معايا مزيان الطريقه. دابا درت هذيك الصغيره خدات ليا الوقت، فخديت هذه اللي كبيره كما كتشوف باش تاخذ ليا اكبر عدد ممكن من اللاصوص اللي غنصفيها. كما كتشوفوا غادي كما قلت لكم غتبقى ليا غير الهباب، يعني غير اللباب اللي غادي يبقى ليا، اما كلشي غادي يتصفى معايا وما يبقى فيه حتى شي حاجه. خليكم معايا تشوفوا. غادي ناخدو طنجره متوسطه الحجم كما كتشوفوا، وغادي نزيدو عليها اللحم اللي حطيناه في الانيه. ها هو غير راه اللحم انا راه صافي طاب ليا ديك الساعه كانت كافيه في طنجره الضغط اللي استعملت. ولكن كما كنقول لكم حسب طنجره الضغط ديالكم تقدر تاخذوا لكم ساعه ولا اكثر، يعني ديما تشوفوا تاكدوا ان اللحم واش طاب. من بعد غادي نزيد عليها الروز اللي خليته 30 دقيقة في ماء دافئ، وطبعا بعد الغسل غسلته مزيان ودابا صفيته. وغادي نزيد عليه ان شاء الله الملح، لان كما كتلاحظوا رانا ما درتش في التوابل الملح نهائيا. دابا عاد غادي نزيد الملح، والملح كيكون حسب الذوق، لان في الاول كيكون عندنا الحامض المجفف حتى هو كيعطي واحد الذوق ديالو، فما درناش الملح دابا عاد درناه. وغادي نزيد عليه داك اللاصوص. بالنسبه للاصوص والعبار ديال اللاصوص اللي عندنا، الكيسان انا ديال الروز كما قلت لكم كان عندي 5 الاكواب ديال الروز اللي كل كوب فيه 200 امال اللي كيهز، فبالتالي انا غندي نزيد 7 الاكواب ديال الروز، لان الروز البسماتي ما كيبغيش الماء كثير بحال الروز العادي. بطبيعه الحال غادي ندير غير 7 الاكواب، ولكن غنزيد عليه نص. هذاك النص هو اللي درت فيه انايا الزعفران. هذاك الزعفران هي اللمسه المغربيه. وانتم اللي بغيتوا تزيدوا السمن حتى هو كيجي خطير. انا السمن ما كانش متوفر عندي فدرت غير الزعفران شعره، كبيت عليه الماء غير بارد وخليته. غادي نزيد نكمل عليه من لاصوص باش يولي عندي نصف، وغادي نضيفو هكا في الطنجره كما كتشوفوا. من بعد غادي نخلي الطنجره ديالتي غنزيد عليها الحامض، عفوا غنزيد عليها الفلفل الحار وهو في الوصفه ولكن اختياري، وغادي نزيد عليه اللمسه ديالتنا اللي هي عباره عن فلفل الوان، هذيك اللمسه مغربيه زدتها تاهي باش يجي واحد المنظر خطير وتعطي واحد البنه خطيره. المهم غنخليه حتى يغلى مزيان، عاد غادي نقص عليها دابا يغلى معايا غادي نقص ليه النار هادئه لمده نصف ساعه. من بعد البنات شوفوا معايا المنظر ديالو بعد نصف ساعه. انا درت 35 دقيقه، يعني صافي شرب ليا الروز البسماتي، شرب وداك الشكل خطير. دابا نقدموه بالصحه والراحه في هذا الطبق اللي هو طبق مغربي غادي نبدا نقدم فيه. شوفوا معايا كيفاش كيجي حتى اللون خطير مع الزعفران والرائحه خطيره. عيروا جربوها البنات، راه غينجح معكم 100%. لا تبعتوا المراحل اللي انايا درتها غتجيكم ناجحه وغتبقاو تعاودوها وتعاودوا. خصنا دابا غيكون اللحم الغنم متوفر عندكم، تبدلوا شويه، ما تبقاش غير الشويان والكسكسو والاطباق اللي احنا معروفين بها. احنا في الطبق ديالنا ما كنديروش الارز بزاف، ولكن الا جربتوا هذا الارز كتبدلوا الوجبات ديالكم اليوميه وراها ناجحه وفيها مع اللمسه المغربيه. يعني ما يجيكمش داك الليدام وداك، لا غيجيكم بنين وغزال والمنظر ديالو. وحتى تحطوه في الوليمه الناس اللي كتعرفوهم تعرضوا عليهم هكا غتفتخروا بهذه الوصفه الخطيره اللي ديال الرز البسماتي كيجي في الكبسه ولكن لمسه
ديال المغربيه. كنتمنى ان هذا الفيديو ديال هذا النهار يكون عجبكم ونال الاستحسان ديالكم. يعني بغيت ندير لكم وصفه اللي نتحدوا بها المشارق، نديروا بها اللمسه ديالتنا، هما يوليو يديروا بحالنا ان شاء الله. ما كنعرف ان الناس ديال المشارق كيتبعوا القناه غتجي تعجبهم الطريقه اكيد. وطبعا لا عندهم شي اضافات يقول لك لا خسرتينا ماذا، يمكن لهم يقولوا ماشي مشكل، قولوا لي حنا ضروري كناخذوا اي وصفه واخا تكون اجنبيه علينا كنديروا اللمسات ديالنا باش كتجي زوينه. وحنا كتعرف حنا عندنا السر ديالنا حنايا، واللي في يدينا كاين بزاف د الحوايج كنزيدوهم. واللي شاف القناه اول مره ما ينساناش طلبا وليس امرا التعليقات زوينه والكومنتير واللايكات. اللايكات راه كتعاون ان الفيديوهات ديالي يبانوا. وما تنساونيش. بسلام عليكم في الفيديو القادم ان شاء الله، وبالصحه والراحه.